السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل فيديو حلو جدا، فيديو عن تنظيف السمك من الألف للياء. اللي أول مرة يشوف القناة بتاعتنا يدخل يشترك، واللي مشترك عندنا يعمل لايك، ما تبخلوش عليا باللايك، دعوة حلوة لأختكم، والتعليق بالصلاة على مصطفى الحبيب. معانا سمك في أول الفيديو كده، لو كنت خدتوا بالكم كان معايا سمكة صبيطة واحده بس، كنت جايبه النهارده سردين بلدي وطلعت لي بقى واحده صبيته كده، قلت رزقي. خدتها بصراحه مع مع السردين، وضفتها مع السمك البلطي. طبعا كلنا عارفين الصبيط بيتنضف ازاي وكده. جبت بقى السمك دوت، كان صابح كده وبيلعب بصراحه، سمك صابح وحاجه نظيفه وحاجه فاخر من الاخر. جبت الكيلو ونص، 4 سمكات ما شاء الله عليهم، بس بصراحه كانت اكله سمك زي العسل. طب انت جايبه لنا السمك ليه النهارده؟ عشان اعرف كل البنات الصغيرين اللي بيعرفوش ينضفوا السمك لماما يقفوا في المطبخ وينضفوا السمك ويبقوا شاطرين وحلوين كده، ونوفر ال15 او ال20 جنيه اللي هندفعها للراجل اللي هينضف لنا بيها السمك، وهننضفه احنا في بيتنا، ونبقى بنات شاطرين وبنات حلوين. طبعا ستات البيت كلهم شاطرين وبيعملوا السمك واحنا بنتعلم من بعض، بس انا عامله الفيديو النهارده في تنظيف السمك عشان خاطر بناتنا الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ بيتعلموا تنظيف السمك، ينظفوا السمك ازاي وبكل سهوله ومن غير اي تعب. طبعا انت بتقصقصي كل الزعانف والحاجات اللي بره والخياشيم زي ما انت شفت كده، وبجيب السكينه بعد كده وبشيل الصفه بتاع السمك دوت. تمام. ومعايا السمك النهارده بصراحه يتاكل ني. لا ما تسمعوش كلامي، لازم يتنضف ويتعمل ويتحمر. شايفين الخياشيم بتاعته حمرا ازاي؟ حابه تشيل الخياشيم ما بتحبهاش شيليها، حابه تسيبيها لو طازه كده سيبيها، انتي وراحتك في اكلك. هننضف بقى ونطلع كل اللي في قلب السمك. طب انا هنضف بقى، بيبقى فيه سمار كده جوه البطن. في بنات بقى بتيجي تنضف بتعور صباحها ومش عارفه ايه وكده. النهارده احنا هنجيب حاجه جميله جدا متوفره في كل بيت، بس انت مش بلاش تجيبيها مستعمله، جيبيها انت جديده وخليها للسمك وخليها عندك في المطبخ. تنضفي بقى السمك، وبعد ما تنضفي السمك بتاعك تمسكيها كده تغسليها كده غسله كويسه وتنشفيها وتشيليها لسمك تاني هتكوني هتعمليه. طبعا احنا عملنا بقى خلاص كده نضفنا بطنه. هنجيب كيس ونلم فيه كل الحاجات دي، ومعانا الفرشه اللهلوبه، فرشه اسنان، جيبها ب5-6 جنيه، هتخليها عندك في المطبخ. هتنضفي بها بطن السمكه. شايفين بطن السمكه هتروح بيضه زي القشطه، ولا بضوافرك ولا بسكينه ولا بمعلقه ولا باي حاجه، بالفرشه دي هتخليها لك فل. تمام. السمك بتاعنا بقى طازه، قلبه مقفول ازاي. نجيب السكينه كمان ونفتحه عشان بيبقى فيه دم عند عند سلسله الظهر دي، كمان ننزلها. شايفتين تنظيف السمك؟ والله حاجه متعه بصراحه. تقفي كده في المطبخ كده تنضفي كده وتظبطي، ونجيب السكينه ونعمل كام فتحه كده علشان لما نيجي نقلي السمكه بتاعتنا يبقى مستوي من بره ومن جوه وطالب الاكل. تمام. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، ما اكونش ضيفه تقيله. ويا ريت كده، يا ريت يا ريت تعملوا لايك كده وتهتموا بيها شويه. انا بكلم كمان القنوات اللي هي القنوات الكبيره اللي بتدعم القنوات الصغيره اللي زينا. انا بقالي 2 أو 2.5 بصراحه القناه بتاعتي هابطه خالص. يا جماعه اللي يشوف القناه بتاعتنا يساعدنا، اللي يشوف قناه صغيره كده وابتدأ يساعدها. والله العظيم احنا محتاجين المساعده ومستحد وعايزين الدعم. احنا مش بنعمل حاجه وحشه، احنا بنعلم البنات الصغيرين. طبعا كلنا كستات بيوت طبعا شاطرين وبنتعلم من بعض، بس احنا برضو في بنات صغيره لسه كده ما بتعرفش في تنظيف. والله في بنات ما بتعرف تنظف السمك. فانت لما تتعلمي تنظفي السمك، ماما تعبانه، حصل عندك ظرف، حصل اي شيء لاي شيء، تعملي السمك كده وتبقى في البيت عندك كده والميه نظيفه طبعا، والحاجه بتاعتك بتبقى نظيفه، بتبقى حاجه تفتح النفس وحاجه تفرح كده، وماما تبقى فرحانه بيكي كده. تمام. بعد ما نضفت السمك بقى وظبطت الدنيا كده وخليته 10/10، وصفيته كده من الميه، عندي بقى هريسه الشطه. احنا نضفنا خدنا مرحله التنظيف. عندي هريسه شطه بالثوم. انت ما عندكيش هتقشري كده راس ثوم حلوه وتدقها في الهون كده دقه حلوه، وتحط عليها هريسه شطه او شطه ناعمه. وحطيت كمون، معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره الناشفه بتخلي ريحه السمك حلو جدا، ومعلقه من الكركم، وكمان تعصري كده ليمونه وتعملي الدقه بتاعت السمك بتاعتك. حاجه بصراحه حاجه سكر كده. تمام.
هنجيب بقى السمك بتاعنا بعد ما عصرنا الليمون وحطينا الكمون والكزبره والملح والشطه والثوم والحاجات دي كلها. طبعا انا كنت عامله له تشريح من بره عشان يبقى السمك كده تملحته ايه، مملح كده، اللحم بتاعه كده مملح من بره ومن جوه وطعمه حلو. بصراحه النهارده كان اكله السمك دي كانت زي السكر. تقوليش فراخ محمره، احلى من الفراخ كمان والله. تمام. وهنعصر كمان ايه عصره ليمونه. وكان معانا بقى السمكه اللي هي السبيطه دي اللي احنا نضفناها ونزلنا منها الحبر ومش عارفه ايه. طلعت لي في البخت بصراحه مع السردين اهي، شايفين؟ هنقصها كده ايه شرايح وهنملحها برضو. وكمان الراس انا خدتها نضفتها وشلت الحبر اللي فيها من جوه ونضفتها وملحتها. تمام. نيجي بقى على مرحله بقى القليه. هنعمل ايه في القليه؟ هنجيب شويه دقيق، نحط عليهم معلقه من الكركم، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره الناشفه. طبعا المشهد ده ما جاش مش مشكله، بس انا قلت لكم حبه ملح. وهنبدر السمك بتاعنا كده وهنقوم حاطينه في صينيه وسايبينه شويه علشان يتشرب الدقيق، عشان لما نيجي نحمره الزيت بتاعنا ما يتحرقش من الدقيق الكتير اللي بيبقى في السمك. انتي عقبال بقى ما تعملي الرز ومش عارفه ايه وكده يكون هو ايه شرب بايه الدقيق بتاعه كده وتظبط حاله، ولا تبل ميه ولا اي حاجه. انت هتقومي مبدراه كده وسايباه لغايه ايه ما تيجي تحمري كده، مفيش حاجه هتبقى في الطاسه، والطاسه بتاعتك هتبقى نظيفه زي الفل. شوف انا جايبه لكم خطوه خطوه من ساعه ما نضفته وملحته وكمان ايه بدرته بالدقيق عشان نحمره. تمام. تاني يا رب اكون ضيفه خفيفه قلوبكم كنتش ضيفه تقيله. متنسوش التعليق بالصلاه على المصطفى الحبيب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ايه المولد النبوي. اللي يوصل لغايه هنا يصلي على المصطفى الحبيب. تمام. وكمان السمك اللي هو اللي السبيط كمان الشرايح بتاعتنا كمان ايه بدرناها كمان اهي، وكان زي العسل بصراحه. في ناس بقى بتعمله بطرق كتيره، بس هي سمكه واحده يعني مش هتبقى تطلعنا بقى. عملناها مع السمك البلطي وخلاص. تمام. هنجيب بقى الزيت. انا كان عندي الزيت ده بقى ايه كان مكان بطاطس بصراحه، هرميه مينفعش، كل حاجه غاليه لازم نوفر من بيتنا. تمام. هنحمر بقى السمك كده ونديله اللون الاحمر الذهبي كده، يبقى حاجه هي محترمه. ولو ما عندكيش كده معلقه عندك مسكه امسكي بيها عشان ما يطرطش زيت. عايزه تقلبي بالشوكه قلبي بالشوكه، بس المسكه دي بتكون حلوه بتحكمي في السمكه كده، ما بتخليكيش ايه تطرطشي كده ولا تتلسعي ولا الكلام ده. مسكه طويله كده وحلوه مش غاليه، كنت جايباها ب10 جنيه كان يا مكان. تمام. حمرنا السمك بتاعنا. شايفين بقى التفتيح اللي انا عاملاه خلى السمكه ظهر السمك من بره ومن جوه مستوي. هنجيب بقى ايه عندي ايه ما كانتش بقدونس، ده كان كزبره. جبت عود الكزبره الاخضر الحلو الوراوري الحلو ده وفردته كده في الايه في السرفيس دوت علشان انزل عليه الايه السمك البولت بتاعنا. الله على الجمال. شايفين الالوان كمان بتلعب كده مع العينين بتزغلل بصراحه. وهنرص بقى السمك بتاعنا كده بعد ما حمرناه. طبعا اللون هنا مظلوم 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 بصراحه، يعني مظلوم والله والله يا اخواتي مظلوم. وكمان ايه خلصنا السمك بعد ما قلنا كله. معانا بقى السمكه السبيط دي هما 5 دقايق وكان منتهي. تمام. هنخلص السمك بتاعنا ونيجي بقى نيجي عاملين ايه بقى الرز. هنعمل رز بالطماطم ليه؟ لان انا ما عنديش اصلا طماطم اعملها سلطه. متقولوش لحد ماشي، اوعى تقولوا لحد انا ما عنديش طماطم اعملها سلطه. عندي برطمان صلصه كده محترم، حاجه محترم وحاجه حلوه. هاخد منها معلقه وهعمل شويه رز عجب. تمام. خلصت السمك يا اختي شيلي بقى. ما شاء الله شايفين السمك والجمال اهو، ده اللون بقى الحقيقي بتاعه بجد يعني من غير هزار. شايفين حاجه فاخر من الاخر. الله بألف هنا على اللي كل بألف هنا للي شاف. وعملنا السمك المقلي تقوليش مطعم 7 نجوم ولا 8 نجوم، حاجه محترمه. وكمان السمك اللي هو الصبيط حلو جدا. هنجيب بصله محترمه كبيره كده ونخرطها تخريط ايه صغير عشان نعمل شويه رز ببصله، بس رز احمر.
طبعا كل حاجه في السلطه غاليه، فاحنا قلنا ناخد البصله بس ونعمل بيها شويه الرز. الله عليك يا بنت حنان، بصراحه حبه رز يستاهلوا بق الباشا. هنخلص كده الايه البصله ونخرطها ونجيب شويه زيت كده ونحمرها. يا رب ما يكونش ضيفه تقيله عليكم. انا عارفه ان الفيديو ده طويل بس اعذروني، الفيديو حلو يستحق والله. خلصي بقى البصله وانتي بتعملي ايه. ماشي، لازم تجيبها للاخر. ما البصل بكام؟ 25 جنيه يا جماعه. حمرنا كده البصله، هنديها اللون الاصفر، وهنيجي جايبين معلقه من الصلصه. الصلصه طبعا الجاهزه. انا بجيب الصلصه الجاهزه دي، بجيب اللي هو العلبه النص كيلو، مش بشيلها في التلاجة، انا بحطها في الفريزر بصراحه، بخاف عليها تبوظ. بحطها في الفريزر ولما بحتاجها بخرج منها. وكمان معلقه من الملح، ونقلب كده كويس. طبعا الرز البلدي بتاعنا مقدار الرز انت عارفاه، يعني انت مثلا ايه هتعملي كوبايه رز هيبقى قصادها كوبايه ميه، كوبايتين رز كوبايتين ميه. تمام. غسلت الرز كده وصفيته ونزلت بيه على البصله او صلصه، وهنقلب كده كويس. هتشمعيه كده بالزيت وبالبصل وكده علشان يبقى معاكي ايه في لمعه وما يكونش ملزق ولا حاجه. مش هحط الميه غير بعد ما اقلبه كله في الزيت وفي البصل وفي الطماطم. نحط مقدار الميه بتاعنا، طبعا احنا قلنا كوبايه الرز على كوبايه ميه، كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه. ماشي يا شاطره يا حلوه انت وهي اموره اللي تدخلي تعملي السمك والرز ده لماما. بعد الرز طبعا الميه نشفت، هديت على النار. هو احمر عن كده بكتير ترى صراحه، هو الكاميرا بتاعتنا بصراحه كاميرا تعبانه، جايبه لونه مصفر، بس هو الحقيقي لونه احمر. تمام. شويه رز بصراحه يستاهلوا بقكم. ههدي النار عليه كده واسيبه يكمل سوا. خلاص احنا